اهلا بكم في الدوره الثالثه من المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون. احنا بنقول ان الدوره دي دوره استثنائيه، يمكن استثنائيه في كل حاجه، سواء في التحديات اللي فرضت علينا في المرحله الاخيره، احداث فلسطين الحبيبه والاعتداءات اللي تمت في غزه وقتل الاطفال الابرياء والعزل والمواطنين الابرياء في فلسطين. يمكن كلها عوامل مشتركه ادت الى اللي احنا كان قدامنا خيارين اساسيين. الاول الضغوط اللي كانت بتواجهنا ان احنا نلغي المهرجان. يقولوا لك لا، مهرجان القاهره اتلغى، مهرجان الجونه اتلغى، مهرجان كذا اتلغى. احاول ان انا اوصل رساله اقول لهم يا جماعه الفن هو اللي بيغير، الفن هو الرساله، الفن هو اللي يقدر يوصل الرساله للاعلام الدولي، الفن هو اللي يقدر يوصل الرساله لكل انسان، لان الشعوب العربيه كلها ما اتشكلتش بالسياسه، اتشكلت بالفن. نحت الفن جوه وجدان كل انسان اصيل هو اللي بقى حياته اليوميه يشوف النجوم بتوعنا والفنانين بتوعنا والافلام بتاعتنا. انك تحاول ان تقنع الناس ان التعاطف مش انك انت تدفن نفسك في الرمله، التعاطف مش تدفن نفسك زي النعام، التعاطف ان صوتك يطلع، صوتك، شخصيتك، تاثيرك، صناعتك، كل انسان يؤثر بمهنته في المجال اللي هو عايزه. كل انسان، الطبيب قد يؤثر في مرضاه، الصحفي قد يؤثر في قراءه، الفنان بيأثر في المجتمع بكل مهنه، بكل جوانبه، بيستطيع ان يصنع الشخصيه العربيه التي تفصل ما بين الحق والباطل. يمكن الناس فهمت غلط ان المهرجان مش ستاربكس مثلا عشان يقطعوه او ماكدونالدز. احنا بنحاول ان احنا نوصل رساله. سنه 56 اول ما حصل العدوان الثلاثي على مصر، طلب الرئيس جمال عبد الناصر من الفنان فريد شوقي يقول له احنا عايزين نحشد الجماهير ان هي تتماسك وتقوى، وان احنا نصمد امام العدوان اللي بيتم على مدن القناه. وعمل فيلم فريد شوقي اسمه بورسعيد، كان انتاج فريد شوقي، والفيلم ده ساهم كل نجوم السينما المصريه شاركوا فيه في هذا التوقيت. واخرجه الاستاذ الراحل عز الدين ذو الفقار. الفيلم ده حصل التحول اللي بعد كده ان هو اثر في الشارع، فبدأ الناس تتطوع في المستشفيات عشان علاج الضحايا بالضغوط الخاصه بالعدوان الثلاثي على مصر. إذا الأفلام بشكل عام بتقدم رسالة مؤثرة في المجتمع، تبني مجتمع، وفي نفس الوقت الفنان عارف قيمة ما يقدمه من أمانة ومن رسالة فيستطيع أن يصنع التأثير. ولهذا بمنتهى الأمانة وبمنتهى الشفافية أنا لا أكذب في هذا، ولكن المهرجان فعلا خلال الثلاث أشهر الأخيرة واجه ضغوط وتحديات، حاجه من اثنين، لا اما نلغي المهرجان، نلغي الفن، نلغي التاثير، نلغي الوجود، نلغي الشخصيه الفنيه اللي تقدر تاثر في المجتمع بتاعنا، خاصه ان التضامن احنا كلنا اطفال كبار شيوخ متضامنين كليا تضامن فعلي وواقعي مع الشعب الفلسطيني، ومتضامنين مع القضيه الفلسطينيه، ومتضامنين مع ما يحدث من انتهاكات على الاراضي الفلسطينيه. ولكن هتبقى المشكله في حاجتين. التضامن نعلنه ازاي؟ لو انا هنسحب من كل موقع، هنسحب من كل عمل، هنسحب من كل نشاط، هنسحب من كل ايفنت ايا كان ومش هتكلم، هكتفي بقعده البيت او ان انا اتفرج على التلفزيون واشوف وامصمص الشفاه وانشر لي بوست على الفيسبوك واعمل لايك وخلاص. هو ده التضامن الحقيقي؟ ولا فجأة اللي احنا ممكن كمان ان احنا نفكر التفكير الابعد. انت محتاج تضافر الجهود الجماعية لاعلان موقف جماعي. ولهذا انا عندما تبنيت هذه الدورة الثالثة للمهرجان كان شعارها الرئيسي فلسطين في القلب. هذا المعنى حقيقي انا بعنيه، مش معنى للتجارة، مش معنى ان احنا بنحيي المهرجان بشعار زائف او وهمي، لا، احنا بنحيي المهرجان بشعار حقيقي احنا مؤمنين بيه، لان مصر وفلسطين وحده واحده،
مصر تحمي فلسطين وشعبها يقدر ان هو يستوعب الشعب الفلسطيني وبنقدم دورنا الكامل معاه، وفي نفس الوقت نملك الانسانيه في طريقه التوجيه، في طريقه التضامن، في طريقه التحالف الجماعي عشان نقدم الرساله ودعمنا المباشر والغير مباشر. ولهذا المهرجان المصري السنه دي بيمر طبعا بالدوره، انا بعتبرها دوره استثنائيه في ظل هذه الظروف، وفي ظل ان هو المهرجان الوحيد اللي ما الغاش. يعني انا بعتبر كده، يعني النقطه الاساسيه ايا كان، انا مثلا ابقى سعيد جدا جدا، انا بعتبر ان جمهوري الحقيقي الفنانين اللي حضروا من مصر. جمهوري الحقيقي هي بدايه الناس شاهين والفنانه الجلبه العظيمه، هو بجد المبدع الخلاق الاستاذ الجميل، يعني اللي انا بحبه الاستاذ عمرو يوسف. ليه بقى؟ انا هسال المتابعه مش عدد الجمهور اللي قاعد في المقاعد، المتابعه الحقيقيه في ايه؟ مدام الهام مؤثره على صفحاتها في السوشيال ميديا قد ايه؟ مدام لبلبه قد ايه؟ استاذ عمرو على الانستجرام على السوشيال ميديا قد ايه؟ بالرسائل اللي هم بيقدموها، وطبعا المخرج القدير العبقري الاستاذ هاني لاشين اللي طبعا اللي هو بقى احنا بنقول ايه، انا مسميه برنس الاخراج السينمائي، بس هو احد اخر الرجال المحترمين في السينما اللي بيقدم فكر خاص بيه. اذا انا بنظر ان الفنانين وجودهم في امريكا ووجود كل واحد تعب، سواء بقى ان هو قطع مسافه، سواء قاعد يدور على باركنج عشان يوصل للمكان، سواء جه حتى في هذا الحضور، انا بشكر كل شخص بشخصه بوجوده باسرته ان هم جم عشان يرحبوا بفنانينا العظماء اللي هم حضرونا. فبعتبر ان المكسب الرئيسي، بعتبر ان الدوره اقيمت ايا كانت الخسائر، ايا كانت المكاسب، ايا كانت الحسابات، ولكن وجود الفنانين هو التاج الحقيقي لهذا المهرجان المصري الامريكي للسينما والفيلم. هذا المكسب الاول. المكسب الثاني، احنا بنقول احنا المهرجان المصري الامريكي للسينما والفيلم. طيب احنا وصلنا المهرجان باسمه، بهويته، بتاريخه، بثقافته، بالثقافه المصريه، بالثقافه العربيه، بهويتنا الى 86 دوله. 86 دولة شاركت بأفلام وصلت إلى 2134 فيلم، ما بين أفلام روائية طويلة، أفلام روائية قصيرة، أفلام تسجيلية، سينما موبايل، مشاريع طلبة إلى آخره. إذا كان المهرجان سفير أيضا في توصيل رسالة الفن المصري إلى كل هذه الدول. احنا عندنا الآن مخرجة كبيرة ومنتجة من كرواتيا حضرت خصيصا ان هي تحضر المهرجان في هذا اليوم، وقطعت هذه المسافه عشان على الاقل تقدر ان هي تتعرف بالثقافه المصريه وبنجومنا المصريين وبافكار. اعتقد انك تصنع تاثير وان ياتي ناس من دول مختلفه لكي يشاركوا في المهرجان، ده نقطه مكسب تاني في هذا العمل. رقم 3، احنا كمهرجان شغلنا مؤسسي. يعني احنا اول ما بنفكر هنعمل ايه السنه دي، السنه اللي جايه، كمان 3 سنين خطتنا تمشي ازاي. واحنا بنفكر لا ننظر الى الجمهور تحديدا، ولكن نفكر في الاهداف التي تاتي بالجمهور. لان احنا بنحارب ازاي تقنع الناس التي لا تؤمن بالفن بالفن. ازاي تقنع متطرف انك انت ماشي في طريق الضلال. ازاي تقنع واحد بيتاجر بالدين انك انت بترتكب جريمه مجتمعيه كبيره وبتبدد وبتدمر اجيال. ازاي تقنع انسان ان هو يعني لا يستخدم الاساليب التي يتبعها في التغرير والتبديد بكثير من القيم المجتمعيه السائده. ولهذا بعتبر ان احنا في المهرجان ده كانت التحديات كثيره جدا وعنيفه جدا على مدار شهور لغايه امبارح، لغايه اول كانت برضه مواجهات كثيره جدا بالنسبه للالغاء. يمكن انا كنت في اتصالات تليفونيه قبل المهرجان مع الاستاذه مدام الهام شاهين، وكنت بتواصل لسبب انا قناعتي الشخصيه. التحديات الحقيقيه لا تعنيني الخسائر، ولكن تعنيني المكاسب. المكاسب الحقيقيه هي ان لا تعتزل وتتقوقع وتتحوصل وتقول انا متضامن. الانجاز الحقيقي ان تكسر الحدود والحواجز
وتخرج للمجتمع لكي تتضامن، ان تقدم فكرك، تقدم رسالتك، تقدم مضمونك ايا كان مهنتك وهويتك وتاريخك وثقافتك عشان تتضامن حقيقي. صعب جدا اللي احنا نسمع كل يوم ان في اطفال بتموت. الاصعب منه ان احنا نشوف احياء جالسه في اماكنها مغلقه وتبكي على الاطفال التي تموت وهي لا تفعل شيئا للاطفال الذين يموتون. فنحن هنا بنكيل بمكيالين، ولهذا الشخصيه الازدواجيه هي التي تدمر اساس القيم التضامنيه الانسانيه، وعشان كده تلاقي المظهر بيطغي فيما نقدمه من اعمال الخير، في حين ان الخير الحقيقي هو اللي نقدمه بقلب مفتوح للجميع. انا طولت عليكم وانا اسف جدا، بس انا حبيت ان انا اقول الاتي. انا ممكن احط نفسي اقول ايه، انا زعلان ان مثلا ان الجمهور مش زي السنه اللي فاتت، مدام ريم حضرت وشافت السنه اللي فاتت كان عندنا جمهور حالت عشان ما يجيش الانطباع السلبي ان المهرجان ملوش شعبيه، لا المهرجان ليه شعبيه كبيره جدا، المهرجان ليه تواجد كبير جدا، بس مش مسؤول عن تقصير الاخرين في حق نفسهم اولا، وفي حق ايمانهم بالقضيه المؤمنين بيها، وفي حق اهدافهم اللي عايزين يوصلوا بيها. اذا كنت انت متضامن مع القضيه الفلسطينيه، واذا كنت انت بتسعى الى بناء المجتمع الحقيقي، واذا كنت بتنحاز للاطفال الابرياء الذي تقتل كل يوم، عليك ان تقدم نفسك قبل ان تلوم غيرك. اشكركم جدا واسف للاطاله، وان شاء الله نلتقي.